اخبار النادي الاهلي، ويمكن الشغل الشاغل دلوقتي في النادي الاهلي تدعيم الفريق برضه في انتقالات الشتويه، واهم مركز يمكن مستر مارسيل كولر المدير الفني النادي الاهلي عاوز يدعمه هو مركز المهاجم. ان هناك في مقترح داخل النادي الاهلي بعوده محمد شريف مهاجم من الخليج السعودي في يناير المقبل لتدعيم خط الهجوم، مشيرا ان حظوظ محمد شريف في العوده للقلعه الحمراء لتدعيم مركز راس الحربه باتت قويه من اي لاعب اخر بعد موافقه السويسري مارسيل كولر على ضم اللاعب. النادي بيدرس حاليا امكانيه عوده محمد شريف في يناير المقبل ليتواجد بجانب وسام ابو علي بعد تراجع طبعا مستوى كهربا والتعرض للعديد من الازمات مع الاداره، والوضع في الاعتبار امكانيه التعاقد مع مهاجم اجنبي في حاله عدم التوفيق في التعاقد مع محمد شريف. كمان وافقت لجنه تخطيط الكره بالنادي الاهلي على تعديل عقد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي بعد الاداء الجيد اللي ظهر عليه خلال الفتره الماضيه. دفع يمكن مع مصطفى شوبير من يعني دايما كان